بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيد المرسلين. عجائب وأسرار العلاج بأبوال الإبل: أحلام العوضي، منال القطان، مضاوي السحيباني، وتولين العوضي. ذكر البول في الأحاديث النبوية بما يوضح عظم الإعجاز العلمي في السنة النبوية، حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم البول من وجهتين مختلفتين، إحداهما تمثل الضرر والأخرى النفع، بما يظهر التفرقة العلمية الدقيقة بين مادة واحدة ألا وهي البول، وذلك في زمن يخلو من المجاهر والتقنيات الحديثة. فأدرج بول الإنسان تحت الطب الوقائي من خلال الأحاديث النبوية التي تدعو إلى النهي عن التبول في الطرقات، التنزه من البول، النهي عن التبول في الماء الراكد. أما بول الإبل فقد أدرج تحت الطب العلاجي كصورة من صور الإعجاز العلمي في السنة، وذلك قبل ما يزيد عن 1400 عام، ويتضح ذلك واضحا جليا من خلال الأحاديث النبوية للرسول عليه الصلاة والسلام التي جمعت من قبل هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كتاب مشاريع أبحاث طبية. وحيث أن أبوال الإبل تستخدم في العلاج عن طريق الشرب، فلا بد أن نوضح بأن الحكم الشرعي لاستخدامه جائز في كونه غير نجس، وينطبق ذلك أيضا على جميع الحيوانات المأكول لحمها. يجمع بول الإبل لاستخدامه في العلاج عن طريق الطرق الخفيف على خلفية الناقة لاستدعاء البول، وهذا الفيلم التصويري عن المخيال يوضح طريقة جمعه هنا، ولكن لاستخدام العلاج الإبل للإصابة بجدري وليس لاستخدامه للإنسان. طبعا هنا البول بيؤخذ بقطعة من القماش ثم يمسح على جلد الإبل. وهنا يتضح لنا البول وهو المائل الأصفر بعد جمعه مباشرة، بينما يغمق لونه بتقدم الزمن إلى أن يصبح بني داكن. الأمراض التي تعالج بأبوال الإبل: الأمراض الخاصة، طبعا بول الإبل يستخدم عن طريق الشرب أو عن طريق غير الشرب. الأمراض التي تكون خاصة بالجهاز الهضمي: أول من وصف العلاج بأبوال الإبل لعلاج مثل تلك الأمراض الحبيب عليه الصلاة والسلام، حين وضح في الأحاديث التالي: القضاء على البكتيريا المسببة للإسهال، وستوضح لنا الأخت الدكتورة رحمة والأخت الدكتورة سناء ذلك لاحقا. علاج مرض الكبد الوبائي، وقد شرح لنا الدكتور محمد وهوش ذلك. كما ذكرت بعض المراجع بأن أهل البادية ما زالوا يستخدمون أبوال وألبان الإبل عندما يشعرون بالخمول واضطراب في الجهاز الهضمي واصفرار الوجه. علاج السرطان: قد أشارت بعض المراجع بأن أبوال الإبل وألبانها لها أثر فعال في علاج بعض حالات السرطان، انخفاض نسبة اليوريا في أبوال الإبل. بما أن بول الإبل يستخدم عن طريق الشرب بتوجيه النبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، فلذا فقد ميز الله سبحانه وتعالى تركيب الكلية لتخفض نسبة اليوريا في البول عن طريقة إدارة تدويره في جسم الإبل، وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات. استخدام بول الإبل في العلاج من غير الشرب: علاج الأمراض الجلدية، استخدم العلاج عند العرب في العلاج الدمامل، الجروح والقروح. كما قمنا بتجربة عام 98 عالجنا فيها بعض الأمراض الجلدية بأبوال الإبل. وبعد ذلك لو طرحت سؤالنا الآن: إذا كان بول الإبل يعالج أمراضا متعددة، فهل يعتقد بأنه يحتوي على مادة فعالة واحدة فقط للعلاج؟ ومن هنا تأتي الإجابة بما يدعو الدهشة والتعجب
حين نعلم بأن بول الإبل يتميز بعوامل علاجية عدة. دكتور عبد المحسن، تعليق أخير باختصار. خلينا التعليق أولا. أنا ما زلنا نتكلم أن يجب أن لا نخضع للعاطفة في هالأمور. لا ما هي عاطفة، لا هي قاعد تبحث يا دكتور عبد المحسن. يعني أنا خلينا نتكلم بحث. نعم. هي بحث ما جاب الدواء من الصعب، ما في عاطفة. طيب احنا هذا هو أنا أتكلم لك. إذن احنا البحث العلمي يجب أن تحكمه تجارب مقننة. وبينما ورد في الطب النبوي من علاج أبوال الإبل لوجدنا فرق واضح حيث كشف الإنسان يبدأ من القاعدة الهرمية، ثم التجارب المعملية، تليها التجارب على حيوانات التجارب، ثم نصل إلى القمة وهو الإنسان. بينما في الطب النبوي بدأنا من الإنسان ثم حيوانات التجارب ثم التجارب العملية لاكتشاف الأسرار العلمية في أبوال الإبل والطبية. البحث العلمي يجب أن تحكمه تجارب مقننة. وإحنا في الهيئة العامة للغذاء والدواء نحاول بشتى الطرق إن ما نعرض لأي إنسان أو أي مقيم على هذه البلد إلا متأكدين إن فعلا القرار اللي اتخذ يحمي المواطن، وهذا شيء أكيد. إحنا ما زلنا مع الدكتورة فاتن بطريقة شفافية جدا، وأولا بأول قلنا أثبتيها. هي قالت أنا دعم وما دعم. إحنا الهيئة ندرس ملف مقدم لنا. إلى الآن جميع الملفات اللي قدمت علينا والملف اللي قدم علينا لا يوجد مركب لدى الدكتورة فاتن. بكل صراحة أعطيناها الاقتراحات، قلنا أفصلي وخلينا نعرف ما هو محتوى كل مركب وما هو دور كل مادة. إذا كنت أنت تقولي المواد، يعني إحنا لو خلطنا المواد هذه تعطينا نفس المركب ونفس الفعالية، وما هو دورها وكيف يتم استجابة جسم الإنسان لها بطرق علمية، وإحنا مستعدين نتساعد معك. إلى الآن لم يقدم للهيئة ملف يثبت أنه يوجد مركب. هذه خلينا نوضح. النقطة الأخرى بوضحها في دقيقة. هي قالت جهات الاختراع. يا أخي براءة الاختراع هي حماية ملكية، عشان تنقلها لمرحلة الصناعة إذن أنت دخلت مجال آخر. والهيئات متى ما واضح نظام البراءات، متى ما وجد أن في براءة اختراع تم نقضها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، لأنها وجدت أنها أولا أعطيت براءة الاختراع حماية الملكية حتى تتيح للباحث البحث عن تطوير الفكرة. إذا فشل في تطوير الفكرة أو وجدت الهيئة أنها أسيئت استخدامها من أجل الضرر بالناس، لا إحنا نوقفها. إحنا لا نتكلم عن دكتورة فاتن، إحنا نتعامل مع الدكتورة فاتن بكل شفافية ولكن نطلب أن يكون البحث العلمي مقنن. طيب حتى نضمن سلامته. معلش بوضح آخر نقطة بس، لا ننسى تاريخ الأدوية. فايوكس والديزاستر اللي تحصل من الأدوية. فالمسألة ليست مسألة تصنيع، يجب أن يمر بالمراحل الصحيح وبالمراحل تصنيع الدواء المقننة والمقاييس العالمية، حتى لا نقع في مشاكل في المستقبل ونضر الناس ونقول صحيح. ليش سوت الهيئة وصرحت الدواء هذا؟ طيب. منها الملوحة العالية في أبوال الإبل. أثبتت العديد من الدراسات بأن بول الإبل يحتوي على ملوحة عالية تفوق تركيز أملاح البحر، ويعود ذلك للتركيب التشريحي لكلية الإبل. لو طرحت سؤالنا الآن، إذا كان بول الإبل يعالج أمراضا متعددة، فهل يعتقد بأنه يحتوي على مادة فعالة واحدة فقط للعلاج؟ ومن هنا تأتي الإجابة بما يدعو الدهشة والتعجب حين نعلم بأن بول الإبل يتميز بعوامل علاجية عدة، وعليه فإن الملوحة العالية تؤدي دورا فعالا في القضاء على بعض مسببات الأمراض كالبكتيريا والفطريات.
ثانيا، النباتات التي يتغذى عليها الإبل من الحكمة الإلهية أن جعل الإبل تتغذى على النباتات بطريقة تختلف عن سائر الحيوانات الأخرى بسبب خلقها المتميز بإذنه تعالى. فسبحان القائل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق؟ وبالتالي ستتغذى على نباتات متنوعة مما يكسب أبوالها العديد من المواد الفعالة العلاجية. البكتيريا عزلنا بكتيريا من بول الإبل ولأول مرة، وعليه فإن الملوحة العالية تؤدي دورا فعالا في القضاء على بعض مسببات الأمراض كالبكتيريا والفطريات. البكتيريا عزلنا بكتيريا من بول الإبل ولأول مرة، وعليه فإن الملوحة العالية تؤدي دورا فعالا في القضاء على بعض مسببات الأمراض كالبكتيريا والفطريات. البكتيريا عزلنا بكتيريا من بول الإبل ولأول مرة، سجلت في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض 1419، وأثبتت تجاربنا البحثية بأن هذه البكتيريا تمتلك قدرة عالية على مكافحة بعض الأحياء الدقيقة الممرض، شملت البكتيريا الفطريات الخميرة الممرض، وهذه البكتيريا ستضفي على أبوال الإبل دورا فعالا في العلاج، سواء عن طريق المكافحة الحيوية لمسببات الأمراض أو عن طريق ما تفرزه من مضادات حيوية. ومن المعلومات السابقة، لو مثلنا مسار المواد المستخدمة في العلاج بدءا من الاكتشاف إلى مرحلة استخدامه من قبل الإنسان، وقارنا بينها وبين ما ورد في الطب النبوي من علاج أبوال الإبل، لوجدنا فرق واضح، حيث كشف الإنسان يبدأ من القاعدة الهرمية، ثم التجارب المعملية، تليها التجارب على حيوانات التجارب، ثم نصل إلى القمة وهو الإنسان. بينما في الطب النبوي بدأنا من الإنسان، ثم حيوانات التجارب، ثم التجارب العملية لاكتشاف الأسرار العلمية في أبوال الإبل والطبية. البحث العلمي يجب أن تحكمه تجارب مقننة. بول الإبل والأبحاث العلمية. تهتم العديد من الدول بأبحاث البول، ومن بين المملكة العربية السعودية، وأستطيع أن أقول بصفتي من مواطنيها ومن المهتمين بصفة جادة بأبحاث أبوال الإبل بأننا بدأنا وبقوة للاستفادة من الكنوز العلمية التي احتواها بول الإبل، فأصبح مجال العديد من الأبحاث والأطروحات العلمية. ومن الأبحاث في مجال الكائنات الدقيقة أجرينا العديد من الأبحاث في هذا المجال، ومنها العوضي وهيكل 97، العوضي 98، العوضي والجليبي 99، 2000، 2001، أطروحة القطان. وبعد ذلك، هل استخدام بول الإبل كمادة فعالة في صورة مستحضر طبي يظهر فاعلية في القضاء على الأحياء الدقيقة؟ عند استخدام بول الإبل في علاج الأمراض الجلدية تظهر مشكلة بقائه على الجلد، مما يؤدي إلى ظهور رائحة غير مستحبة عند بعض المرضى، مما يحد من استخدامه في هذا المجال. وعليه فقد قمت بتجارب عدة تمكنت من خلالها بإذن الله من صياغة بول الإبل في صورة مستحضر يخلو من رائحة البول، وسجلت ذلك ضمن طلب براءة اختراع 1419، وأطلق عليها مستحضرات ألف وزرين. هنا عندنا مستحضرات في صورة بودرة وفي صورة مرهم. أثبتت تجارب فعاليتها كمادة فعالة لبعض الفطريات والبكتيريا ممرضة للأمراض الجلدية، مما يظهر أهمية بول الإبل في هذا المجال حتى لو صيغ في صورة مستحضر طبي. وقد استخدمت تلك المستحضرات
ومنها مرهم ألف وزرين من قبل بعض المتطوعين لعلاج بعض الإصابات الجلدية. وقد أشارت النتائج إلى أهمية العلاج، حيث أن هناك حالات تتطلب استخدام مضادات حيوية فطرية وبكتيرية، ولكن عند استخدامها لأبوال الإبل أو مرهم ألف وزرين كانت هناك نتائج فعالة للعلاج. وما سأعرضه بعد توفيق من الله ما هو سوى باب نفتحه على مصراعيه أمام الباحثين والمتخصصين في هذا المجال لإجراء دراساتهم المستفيضة لإظهار المزيد من الكنوز العلمية الدالة على أهمية الطب النبوي لخدمة هذا المجال، ألا وهو علاج الأمراض الجلدية. ومن هنا نستطيع أن نطلق مسمى العلاج المعجزة على أبوال الإبل التي وردت في الطب النبوي بوحي إلهي إلى نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، وهو الدواء المتعدد الفاعلية التي لا تتواجد في أي علاج مكتشف من قبل الإنسان. فهو يحتوي على الملوحة العالية، يحتوي على المواد الفعالة من النباتات التي يتغذى عليها، ويحتوي على البكتيريا التي له دورها في العلاج. فهو بحق نعمة الله سخرها لعباده الفقراء والأغنياء منهم. وبعد ذلك لا يسعنا إلا أن نقول دكتورة أحلام لو سمحتي. طيب. سبحان القائل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد وزير الصحة السعودي عادل فقيه في مؤتمر صحفي حول فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية كورونا توصيات وزارة الصحة السعودية بتأجيل الحاج والعمرة خصوصا لمن تجاوزت أعمارهم 65 عاما، مشيرا إلى أن المملكة وضعت شروطا للدول الإسلامية التي تعتزم إرسال وفود للحاج والعمرة. نصح فقيه في المؤتمر الصحفي بالابتعاد عن لحوم الإبل وحليبها كإجراء احترازي من الفيروس، وطلب من المتعاملين مع الإبل توخي الحيطة والحذر خصوصا مع المريضة منها، لافتا إلى أن الوزارة ستوفر نشرات تفصيلية عن الفيروس بشكل متواصل. من المناسب أن يكون هناك حذر في التعامل مع الجمال المريضة بشكل خاص، ولكن الذين يقتربون ويخالطون الجمال مخالطة فيما يخص تغذيتهم أو علاجهم يوصى بأن يقوموا بوضع الكمامات وأخذ الاحترازات الكاملة. ستقوم كذلك الوزارة بتوفير نشرات تفصيلية عن الإجراءات الاحترازية المطلوبة.